إبراهيم رئيسي اتولد في نوفمبر سنة 1960 وأخذ الدكتوراه في الفقه الإسلامي. بعد الثورة الإيرانية عمل في سلك القضاء واتدرب على يد خامنئي اللي بعد كده بقى رئيس إيران سنة 81. اترقى بسرعة جدا في السلك القضائي وبقى مساعد النائب العام في طهران وعمره 25 سنة بس، وبعدها بقى المدعي العام سنة 85، واشترك في عضوية لجنة الموت عام 1988، ودي اللجنة اللي عملت محاكمات سرية انتهت بإعدام 5000 إيراني من الرجال والنساء واندفنوا في مقابر جماعية في جريمة بشعة ضد الإنسانية. وقال إبراهيم رئيسي إن الإعدامات جاءت بعد فتوى أصدرها المرشد العام في الوقت ده روح الله الخميني، وبعد كده أطلقوا على رئيسي بسفاح طهران. ورغم كده فضل يترقى في المناصب لغاية ما رشح نفسه في الانتخابات سنة 2017 لكنه خسر، لكن الرئيس بعد فوزه وقتها عينه المرشد الأعلى، وبعدها فاز في الانتخابات الرئاسية سنة 2021، وكانت أولى اهتماماته تحسين العلاقات الخارجية خصوصا مع السعودية اللي كانت العلاقة بينهم مقطوعة بقالها سنين. معروف عن إيران دعمها القوي لحركات المقاومة في فلسطين، لكن ما كانتش في عهد إبراهيم رئيسي على المستوى المطلوب. وفي إبريل سنة 2024 إسرائيل ضربت سفارة إيران في سوريا وتسببت في مقتل عدد من الحراس الإيرانيين، لكن الرد العسكري الإيراني كان مخيب لكل التوقعات لدرجة إنها كانت مثار للسخرية. وفي 20 مايو 2024 أعلن عن سقوط الطائرة اللي كان راكبها إبراهيم رئيسي واللي أدى إلى مقتله والوفد المرافق ليه، مع توجه كل الشكوك إن الحادث كان بفعل فاعل. وبكده في توقعات بتوترات كبيرة في المنطقة في الفترة القادمة.